اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفتي منال من عينين جمال خالص. هي نازله وزن مش اكتر وزن في الدنيا، بس هو فارق معاها قوي. يعني هي نازله، ممكن بقى انت تحكي للناس نزلتي قد ايه وتقولي لهم بقى. هو انا وزني ما كانش كتير قوي، بس لما نزلت لا هو فرق معايا صحيا نزلت وفرق 30 معايا كيلو في تقريبا، شكلي. من 90 ل 60 تقريبا. فرق معايا صحيا، فرق معايا في شكلي، لبسي كله بقى، حتى الحاجات اللي ما كانتش اتخيل ان هي ممكن تخش فيا بقت تخش فيا. طب الناس ما كانتش بتعرضك على عمليه في الوزن ده؟ يعني مثلا ما حدش قال لك ايه ده انت تعملي مش مستاهل الوزن والكلام ده؟ هو حصل الموضوع ده كتير، بس انا حسيت ان هو لا، ده هيفرق معايا وده انا هحتاجه. وفعلا فرق معايا سايكولوجيكال برضه، وفرق معايا جامد قوي يعني. بصوا، هو في ناس كتيرة بتفتكر ان هو لازم الوزن يبقى عالي قوي عشان خاطر نقدر نعمل عملية. الفكرة ان احنا بنقول ان احنا بنعمل عملية السمنة لما يبقى انا محتاج انزل 25 او 30 كيلو بقدر اعمل العملية. بنظبط قص المعدة والكلام ده كله وتعليمات الاكل بحيث ان احنا نقدر ننزل بطريقة متوازنة ونوصل لنتيجة كويسة. صح كده؟ ايوه صح. المفروض اللي انت واصله له وشطورة، وتشجعي الناس اللي هم وزنهم برضه نفس الوزن، تشجعهم ان هم لو ما قدروش بدايت ورياضة وما قدروش يوصلوا ممكن يفكروا في قرار العملية يديهم نتيجة كويسة زي كده ان شاء الله. ان شاء الله. Sim.